شايفين الحلاوه والجمال والطعامه بتاعه البكبكه بتاعه الحلويات او النفوس اللي بتتباع باغلى الفلوس. اتمنى تتابع معايا الفيديو ده للنهايه عشان تعرف ايه هي النفوس، والنفوس دي بتكون موجوده فين، وطريقه طهيها الجميل. ونقدر كمان ان احنا نطهيها في شهر رمضان المبارك وناكلها مع مكرونه محمره بشويه سلطه كده حراقين، او ناكلها مع شويه رز بشعريه بالسمنه البلدي. مع النفوس ديت بتنزل حاجات منها كده الزيوت، او بتنزل الدهون اللي فيها او الدسم اللي فيها، بيكون عامل زي السمنه البلدي. لما بتنزله بقى على الرز بشعريه كده وعلى المكرونه بيكون طعمه جميل جدا، حاجه جميله. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان تعرف ايه هي النفوس وطريقه طهيها. اتمنى الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم خالد من قناه الشيف خالد مافيا، وفيديو جديد كالعاده وطبخه جديده كالعاده. ومعانا الشيف احمد ادريس ضيف جديد. الشيف احمد ادريس يا جماعه شيف سلطات، ولكن احنا قلنا ناكل من ايده اكله جميله. الشيف احمد ادريس هنسيب اللينك بتاع قناته في الوصف، اللي عايز يخش يشوف افضل طرق لعمل السلطات. بيعمل اكتر من 130 نوع سلطه. واحد يقول لي 130 نوع؟ ايوه يا جماعه، الشيف احمد ادريس بيعمل اكتر من 130 نوع سلطه، ولكن احنا في المطبخ بتاعه النهارده وقلنا عايزين نعمل اكله النفوس اللي بتتباع باغلى الفلوس. نعملها معاه في القسم بتاعه، قسم السلطات. عملنا اكله النفوس بطريقه جميله غير المعتاد. في ناس بتجيب النفوس ديت، النفوس دي هنسيب لك برضو النفوس دي بتكون فين، في العجل او في الخروف او في الجمل. احنا عاملين فيديو قالين عن طريقه استخراج النفوس من رقبه الخروف، او بتبقى موجوده فين في الذبيحه. هنسيب لك الفيديو دوت، اللينك بتاع الفيديو دوت بتاع النفوس بتكون فين، سايبينه في الوصف. وهنسيب برضو اللينك بتاع قناه الشيف احمد ادريس، هنسيبها في الوصف اول تعليق مثبت. اللي حابب يخش يشوف القناه ديت، اللي حابب يخش يشوف الطرق بتاع السلطات يخش يشوف. طبعا احنا بنجيب كميه من الخضار، بصل فلفل طماطم توم، ديت بنستخدمه للطريقه بتاعه الطهي. بنقطع كل حاجه بنفس الشكل ده، التوم لوحده والبصل لوحده وكل حاجه لوحدها، بنقطعها ناعم بنفس الشكل ده. ده طبعا اللي شغال قدامكم الشيف احمد ادريس. حبينا نعمل اكله النفوس اللي الكل بيتكلم عليها وبيقول النفوس بتتباع باغلى الفلوس، ولكن هي النفوس مش موجوده، يعني مش متوفره زي اللحوم او متوفره زي الفراخ. هي بتبقى قطعه داخل العجل، داخل رقبه العجل او داخل رقبه الخروف، بتكون موجوده عند الجزار. تقدر انت من خلال متابعتك للمحلات الجزاره اللي انت بتجيب منها تقول للراجل انا عاوز نفوس او عاوز حلويات الرقبه اللي بتكون في الذبيحه عندك، بيجمع لك نص كيلو او كيلو. ان هي مش موجوده كتير، ممكن العجل يجيب نص كيلو او كيلو الا ربع في العجل كله. بالتالي بتقدر انت بس تحجزها معاه او تاخدها منه. ودوت معانا الشيف احمد ادريس هو يا جماعه في المطبخ بتاعه. دي كل المقادير اللي احنا نقول لكم عليها في الخضار ولكن برضه عشان ما نخرجش بره الموضوع، ان النفوس دي بتكون موجوده عند الجزارين. لو انت محتاجها تقدر ان انت تجيبها من عند الجزارين، متوفره عند الجزارين. ولكن مش بنباع باغلى الفلوس ان هي غاليه يعني بثمن كبير او غاليه بفلوس كتير. هي ممكن تلاقي الكيلو فيها مثلا عامل 100 جنيه، عامل 120 جنيه. جميله يا جماعه وطعمها جميل جدا ومذاقها عالي. بنجيب طاسه بنفس الشكل ده. طرق الاستخدام هي مش، احنا قلنا برضو ناكد تاني على المعلومه ان هي موجوده عند الجزارين وما بتكونش غاليه. الكيلو بتاعها مثلا عامل 100 جنيه، عامل 150 جنيه، بتكون اقل من سعر اللحوم بكتير. بنجيب اناء بنحط فيه الزيت او طاسه بنحط فيها الزيت زي كده زي ما حضراتكم شايفين، بنحط فيها قطعه دهن بيت كلاوي، بنسيحها عشان تعمل معانا صوص حلو مع البصل مع الدقه بتاعت اللي احنا بنعملها للنفوس او اكله النفوس. بعد كده بنحط في طاسه ثانيه او في حله ثانيه بنحط زيت زي ما حضراتكم شايفين كده او سمنه تغلي بنفس الطريقه ديت. فلكن انا بقول له انا ما تحط، بقول للشيف هنحط الحلويات الاول، قال لي لا دي طريقه جديده وطريقه جميله نعمل بيها. بنحط البهارات ونحط كل حاجه مع الزيت، بعد كده بنقلبها في الزيت، وبعد كده ننزل بيه النفوس او ننزل بيه الحلويات على الرقبه، عفوا في الحله. بننزل بالحلويات والحاجه في الحله، بعد كده نبدا نقلب فيها لما تتشوح كويس وتتلسع درجه حراره 180. ونعمل الخلطه بتاعه البصل او السوس على جنب لوحده في طاسه زي كده زي ما حضراتكم شايفين. حاطين، لو خدتوا بالكم ان احنا حاطين قطع من دهن بيت الكلاوي بنسيحه، ده بيدي طعم جميل جدا يا جماعه. الحلويات او النفوس بتاعت الرقبه ديت بتكون طعمها جميل جدا وطعمها لذيذ لما تتعمل بنفس الطريقه ديت، وبتكون طعمها طعم بتاعها مثلا كمثال. شفت مثلا يعني لما تجيب كوارع وتعملها بصوص طماطم او تعملها بصوص كده وتعملها على البوتاجاز الكوارع، بيكون طعمها زي طعم الكوارع او طعمها زي طعم جميل جدا لا يقاوم، طعم لذيذ. بس دي افضل طريقه اللي انا بقول لكم عليها. وحضراتكم شايفين تفضل تقلب فيها وتديها بهارات بتاعتها، بعد كده بتنزل عليها احنا عاملين البصل لوحده،
ادي النفوس يا جماعه، ده شكل النفوس. بيبقى قطعه لحمه او قطعه حلويات زي ما بيقولوا، بتبقى في الرقبه بتاعه العجل. لا بتبقى جميله جدا. يعني بعد ما البصله بتتحمر بننزل بيها على النفوس. واحد يقول لي طب ما نزلتش بالبصل والخضار ليه عليها على طول؟ لا، انا بسيبها لما تنزل ميتها، بتبدا ان هي يعني تاخد لسعه وتاخد صدمه كده كبيره في الحله. بعد كده بنزل البصله، بتكون هي البصله برضو يعني دبلت كده، وابدا احطها على ايه، على النفوس بتاعتي. زي ما حضراتكم شايفين اهيت. بنسيبها على النار مثلا لمده مثلا ربع ساعه او ثلث ساعه. هي ما بتاخدش وقت زيها زي الكبده مثلا او الكبده والقوانص، ما بتاخدش وقت على النار. هي دي شكلها، وهنوريكم الشكل النهائي بتاعها في الاخر. شكلها جميل جدا وطعمها تحفه. لو انت عاوز تاكلها وتجربها، هي طعمها مش وحش، طعمها جميل جدا عشان الناس ما تخافش منها. هي مش مضره، ولكن هي مش متوفره بس. عشان كده بيقولوا ان النفوس بتتباع باغلى الفلوس، وهي ما بتتباعش باغلى الفلوس ولا حاجه. هي شيء عادي او حاجه عاديه، ولكن اللي مش يعني اللي مخليها مش متوفره، او ان المشاهدين او الناس العشاق فواكه اللحوم او عشاق الحاجات اللي هي مثلا زي السمين، دي بتبقى متوفره عند الجزار. تقدر انت تجيبها لو انت من عشاق السمين ومن عشاق فواكه اللحوم. دي بتجيبها بتعملها زي السمين كده، او تعملها زي الكبده الاسكندراني. الطريقه دي بتكون طعمها جميل جدا وطعمها لذيذ جدا. ودي افضل طريقه زي ما حضراتكم شايفين اللي احنا بنعمل بيها ديت. بصل، طماطم، فلفل حراق او فلفل شطه مع فصين ثوم. بنجيب الحاجات دي كلها. بعد كده بنحط البصل الاول، بعد كده بننزل بالفلفل والثوم مع بعض. بعد كده بننزل بالطماطم زي ما حضراتكم شفتوا كده بالطماطم، عشان تنزل شويه ميه معاها، بحيث ان هي يعني ما تديهاش ميه انت، لان هي بتبقى بتنزل الميه اللي فيها اكنك بتعمل اكل ني في ني. فده بيكون طعمه افضل وطعمه لذيذ. هي التكسير اللي بتحط عليها. لو عندك مثلا ورق لوري، او عندك مثلا فلفل اسمر او جوز الطيب، البهارات المتاحه بهارات لحمه، دي بتديها طعم جميل جدا. الطعم بتاعها بنأكد على الناس تاني ان الطعم بتاعها عامل زي طعم الكوارع البقر الخفيفه الجميله، او طعم الكوارع البتلو لما بتتسلق. وبعد كده بتجيبها تقطعها وتعملها بصوص في قلب طاسه. الكوارع بيكون طعمها لذيذ طبعا وطعمها جميل. هي طعمها بنفس الشكل ده، او طعمها زي الكبده الاسكندراني، حاجه جميله جدا. اتمنى ان انتم تجربوها، هتعجبكم ان شاء الله. لو عملتوها بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها ديت. هنعيد الطريقه تاني عشان اللي ما خدش باله من الطريقه. بتحط ندعه زيت او كميه من الزيت، 4 أو 5 معالق من الزيت في طاسه. وبعد كده لما الزيت بيبدا يغلي بتنزل عليهم بالحلويات بتاعتك، تبدا تاخد صدمه او صدمتين. وبعد كده تبدا تهدي النار خالص وتنزل بالبصله. عاوز تنزل بالبصله نيه ماشي، عاوز تنزل تعمل البصله جنبها وبعد كده تنزلها عليها ماشي. ديت الطرق او افضل طريقه للنفوس. بالنسبه للطهي، دي طريقه للنفوس، طهي النفوس في بالخضار وكده. نعمل طريقه تانية في الزيت، وهنعمل طريقه تانية في المشوي. ليها اكتر من 4 طرق. هنعمل لكم الطرق التانية اللي جايه ان شاء الله. انتظروا الجديد الفتره اللي جايه على قناه الشيف خالد مافيا. ده الشكل النهائي يا جماعه اهوت، زي ما حضراتكم شايفين. ده بعد ما استوت كده، ده الشكل النهائي. شكل جميل جدا ما شاء الله. دي بقى يا جماعه بتبقى تكون طعمها لذيذ جدا وطعمها جميل. ادي حلويات الرقبه وادي النفوس اللي الناس بتتكلم عليها. تقدر انت تعملها اكله جميله وخفيفه وسريعه ومش مكلفه. اكله رخيصه جدا رخيصه جدا. بتنعمل كمثال، بتنعمل زي الشاورما او الفاهيتا اللي بتعملها على البوتاجاز عندك او على الجريل. بنفس الطريقه دي بتكون كويسه جدا جدا.